بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. عايزين نستغفر ربنا كتير في الأيام دي، لعل ربنا يفرجها علينا كده يا رب. فقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. نستغفر ربنا كتير لعل يرسل علينا السماء مدرارا، اللهم آمين يا رب العالمين. حبايبي، زي ما احنا شايفين مع بعض كده، عملت النهاردة أم علي بطريقة اقتصادية جدا، سهلة خالص وبسيطة وطعمها حلو. عملنا حلو بحاجة بسيطة خالص موجودة عندنا في البيت. يلا نشوف الطريقة مع بعض وما ننساش استغفر الله العظيم. معايا الجلاش، كان عندي نص لفة جلاش كده، نص كيلو، محطوطة في الفريزر وطلعتها كده، حسيتها متكسرة فقلت أعمل بيها حاجة حلوة للأولاد. مسكت كده الجلاش بتاعنا وقصقصته بالمقص، اي حاجه كده، قص عشوائي، مش شكل معين يعني. وهقصقصه بالطريقه دي وهبدا افرده كده من بعضه وافرطه زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. وما ننساش الذكر بتاعنا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، عايزين باستمرار على لساننا ذكر الله استغفر الله العظيم. افرط كويس كده الجلاش بتاعنا علشان هدخله الفرن يتحمص، وعايزة افرطه من بعضه عشان ما يبقاش مكتل، يبقى مفرط كده ويبقى سايب. شايفين كده الجلاش مورق ازاي؟ افرده كويس كده يبقى كل ورقة لوحدها. ومعايا معايا الزبدة، هبدأ انزل على الجلاش بتاعنا بالزبدة علشان ادخله الفرن يتحمص. مسيحة الزبدة وهبدأ كده انزل على الجلاش بالزبدة واحدة واحدة، اكمل كمية الجلاش كده زي ما احنا شايفين. اهم حاجة ان انا افرد الورق، ما سيبهوش كده مكتل على بعضه، افرده كده ورقة ورقة. ما ننساش ذكر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. وهنزل برضو بالزبدة كده، كل ما اقصقص شوية هنزل عليهم بالزبدة علشان يطلع متحمص ومقرمش وجميل، علشان نعمل بيه ام علي الخطيرة بتاعتنا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. وبعد بقى ما فردت الجلاش بتاعنا بالطريقة ديت ونزلت عليه بالزبدة، هدخله الفرن على الرف الأوسط في الفرن، وهولع الفرن عليه. وهولع في الأول الفرن يبقى نار عالية، وبعد كده ههدي النار خالص وهسيب الجلاش بتاعنا يتحمر واحدة واحدة، مع كل شوية أقلب فيه مع التقليب المستمر علشان ما يبقاش جنب أبيض وجنب أحمر. وهسيبه بقى هياخد معايا وقت شوية لحد ما ياخد اللون الجميل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا استغفر الله العظيم. شايفين كده الجمال؟ طلع الجلاش من الفرن بالمنظر الجميل ده وبالقرمشة الخطيرة دي. هنعمل بالجلاش الجميل ده ام علي بتاعتنا النهاردة الاقتصادية البسيطة جدا. عندي هنا الطواجن الصغيرة ديت، هعمل في الطواجن الصغيرة وهعمل لكل واحد في الأسرة طاجن كده، فمش هاملة الطاجن كتير، هعمل على قد كل واحد كده ياخد الطاجن ويخلصه. هنزل بقى بأم علي في الطواجن كده بكميات بسيطة. ما ننساش الذكر بتاعنا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.
هكمل باقي الطواجن بتاعتنا. هنزل بالكمية، هتعمل معايا كمية حلوة من نص كيلو جلاش، هنعمل كمية كبيرة ما شاء الله. شايفين مع بعض هعمل بتاع 10 طواجن ما شاء الله. نبدأ بقى نعمل الكريمة مع بعض. معايا 3 كوبايات حليب، وهنزل عليهم ب3 معالق نشا. وزي ما قلت معاكم انا هعمل النهاردة ام علي اقتصادية خالص، فهنعمل الكريمة الكدابة بتاعتنا. وهنزل كمان بمعلقتين دقيق، يبقى نزلت ب3 معالق نشا ومعلقتين دقيق. وهنزل بقى بالسكر على حسب الرغبة، انا هنزل ب4 معالق سكر، وكل واحد زي ما بيحب يزود او يقلل براحته. هقلب بقى كويس الخليط بتاعنا على البارد لحد ما كل المكونات بتاعتنا تختلط كده مع بعضها وما يبقاش فيها اي تكتلات. ابدأ بقى ارفع الخليط بتاعنا على البوتاجاز مع التقليب المستمر علشان ما يكتلش معايا. ما ننساش الذكر بتاعنا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شايفين كده الخليط بتاعنا ما بقاش تقيل قوي، انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه في القوام اللي احنا شايفينه كده مع بعض. اول ما يبدأ يغلي كده ويطلع فقاقيع كده من على الوش، هطفي بقى النار عليه. شايفين كده بدأ يغلي. هنزل بقى بمعلقة زبدة، معلقة كبيرة زبدة، وهنزل ب2 كيس فانيليا. وهقلب كويس بقى لحد الزبدة ما تختلط في الكريمة بتاعتنا والفانيليا، وريحة الكريمة طلعت خطيرة بالفانيليا. وبكده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة. نروح بقى على الطواجن وننزل بالكريمة. انا مش هنزل بحليب على الجلاش كده، هنزل على طول بالكريمة. زي ما قلت معاكم الكريمة سايلة، فهتبوش لي الجلاش وهيبقى طعمه جميل جدا. بنزل بالكريمة وهي سخنة كده. ما ننساش الذكر بتاعنا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد، اللهم آمين يا رب العالمين. هاجي بقى معايا هنا كوباية حليب سخنة، وهنزل عليها بمعلقة زبدة. انا الخليط بتاعنا ما ضفتش عليه مكسرات ولا اي حاجة، انا عاملاه اقتصادي خالص كده بالحليب والجلاش فقط، وطلع جميل جدا. فنجرب الطريقة بإذن الله هتعجبكم. اول ما الزبدة تبدأ تسيح كده في الحليب، هنزل بقى على وش الطواجن بتاعتنا بالحليب بالزبدة كده علشان تاخد معايا اللون الجميل. ولو في بعض جلاش ما تريش ولا اي حاجة، فمع الحليب دوت بيطرى الجلاش بتاعنا، وتدخل بقى الطواجن الفرن وتخرج بالجمال ده. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال. وعملنا ام علي الاقتصادية اللي من غير كريم شانتيه ولا مكسرات، وعملناها بطريقة سهلة جدا. جربوا من الطريقة بإذن الله هتعجبكم. وفي النهاية حبايبي، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.